أهلا بكم في بودكاست ليه بنقول كده بالإنجليزي. أنا رؤى الجمل ودي أول حلقة، وفي الحلقة دي هنتكلم عن if zero conditional. ليه بنقول if you heat ice it melts, if it rains you get wet, if you heat water 200 degrees it boils. لأن ده بيعتبر if في حالة الزيرو اللي بنستخدمها لما نتكلم عن حاجة عامة حقيقية، حاجة علمية أو قواعد ثابتة. طب بتتكون من إيه؟ جملة if عبارة عن مقطعين. المقطع الأول بيكون if والpresent simple، والمقطع الثاني present simple برضو. لو أنت مش عارف present simple ارجع اسمع البودكاست بتاع present simple. نرجع تاني ل if zero condition. زي ما قلنا المقطع الأول if present simple والمقطع الثاني present simple، يعني if something happens something else happens. لو حاجة حصلت حاجة تانية هتحصل. خلينا نطبق مع بعض. قدامنا دلوقتي 3 مقاطع و3 مقاطع. If you squeeze a balloon hard enough you drop them. Eggs usually break when you get fined. If you don't pay your bills on time it explodes. عايزين نوصل كل مقطع بالتاني علشان نكون جملة كاملة. أول واحدة if you squeeze a balloon hard. تفتكر إيه اللي ممكن يحصل لو عصرت بالونة جامد؟ It explodes. هتنفجر. يبقى if something happens something else happens. جميل. الجملة الثانية eggs usually break when. البيض بيتكسر when you drop them. لما بيقعوا. برضو حاجة منطقية. If you don't pay your bills on time you get fined. يبقى لو انت ما دفعتش الفواتير بتاعتك هينزل عليك غرامة. دلوقتي دوركم. اكتب لي جملة في الكومنتس عن حاجة حقيقية أو حاجة منطقية بحيث تستخدم فيها if zero condition. لو عجبكم البودكاست لايك وشير، واستنوني في الحلقة اللي جاية من ليه بنقول كده بالإنجليزي.